السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هوريكم مقص الكهرباء. طبعا المقص اليدوي لما بيبقى فيه شغل كتير بيبقى متعب بصراحة، ويعني بياخد وقت كتير ومجهود كتير، فالمقص بينجز في الوقت وفي المجهود. تعالوا بقى نشوف المقص ده بيشتغل ازاي ومكوناته ايه يعني كده، ونشوفه كمان السعر بتاعه كام. انا عندي اول حاجة هنا دي القاعدة بتاعة المقص، وعندي هنا ده السمك اللي بيدخل فيه القماش. تمام، بيدخل هنا على السلاح عشان يتقص. انا عندي هنا مسمار، ودي الارتفاع اللي بتحكم فيه في الطول بتاع المسافة اللي بيدخل فيها القماش. تمام، انا كده رفعاها على الاخر، وممكن لو فكيت المقص بتحكم بقى كده في الفراغ بنزل واطلع القطعة ديت عشان اتحكم في المسافة اللي بيدخل فيها القماش. انا كده رفعها على الاخر، وهنا بياخد سمك قماش حوالي 8 طبقات قماش فوق بعض. وروحوا على قناة فنون التنجيد هتلاقوا التجربة عملي. يعني انا ممكن معرفش اشغل لكم الدريل دلوقتي المقص دلوقتي واقص بيه، لان انا بصور بايد وبشرح بالايد التانية. انما على قناة فنون التنجيد هتلاقوا الفيديو كامل عملي وشرح كامل على الدريل ده. بس انا هنا بشرح وبعيد الفيديو للناس اللي ما تعرفش قناة فنون التنجيد. تمام، طيب عندي هنا ده السلاح. طبعا المقص ده لما بيجي معاه سلاح تاني، قطعة غيار، وبيجي معاه مسن تاني غير المسن اللي هنشوفه دلوقتي. تمام كده، واحنا شفنا السلاح وشفنا القاعدة بتاعته وشفنا القطعة دي اللي بتحكم فيها في الارتفاع اللي بيدخل فيها سمك القماش. طبعا هو بيقص قماش وبيقص جلد كمان، يعني جلد زي ده بيقصه برضو بمنتهى السهولة. تمام، عندي هنا ده الزرار اللي بشغل منه. طبعا هو متوصل بالكهرباء حاليا، فهسمعكم صوته. انا بتكه هنا، ده صوته. طبعا صوته مش مزعج ولا حاجة. بالنسبة للوات بتاعه هو 45 واط. تمام، فلما نيجي نشتغل بيه يعني نحاول ان احنا منحطش طبقات قماش كتيرة لدرجة ال8 طبقات. احنا بس ورينا لكم ان هو بيقص في ال8 طبقات والسلاح بتاعه حامي وشغال. تمام كده. ده بقى المسن بتاعه. شايفين في سوسته عندي هنا اهيت المسن اهو. طبعا انا بضغط ده كده وبشغل الزرار السلاح بيلف على المسن كده، ولما بيبرد بسن بيه. وطبعا زي ما قلت لكم بيجي قطعه مسن وقطعه وسلاح من ده بيجوا معاه قطع غيار مع المقص ده. طبعا المقص بقاله عندنا مده، يعني احنا جايبينه من مده قصيره مش من بعيد قوي. كان عامل 750 جنيه. دلوقتي الاسعار تعتبر اتضاعفت اكتر من مره. الايام اللي احنا فيها دي الاسعار عماله بتزيد. في الحقيقه مش عارفه سعره دلوقتي بقى عامل كام، بس وقت ما اشتريناه كان عامل 750 جنيه. فزي ما قلت لكم هو جميل الصراحه وخفيف كده على الايد، وكمان بينجز وقت ومجهود. تمام، عندنا عدد كهربائية وعدد هوا وعدد يدوية. ان شاء الله استنوا مننا فيديوهات اكتر، هبقى اوريكم الحاجات دي في فيديوهات تانية. وفي فيديوهات قديمة موجودة على القناة فيها برضو عدد كهربائية وهوا ويدوية. ارجعوا للفيديوهات تاني على القناة وفي قناة فنون التنجيد. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.